كعضو مجلس محافظة برأيي قرار منع أو غلق الأماكن لشرب الخمور قرار خاطئة. هاي رأيي، لأننا لا والله صراحة أنا إمام وخطيب وأؤمن بديني إيمان كامل دقيقة. شرب الخمر حرام، لكن لا نستطيع منع 100% شرب الخمور، لا نستطيع هذا. يعني حتى بزمن الصحابة كان اكو شرب الخمور، لكن نقدر نلقي حلول بديلة. أنا برأيي إذا نريد ما يتجمعون بأماكن. هذا الشخص المتكلم هو من أهل السنة والجماعة، إمام وخطيب كما يدعي. أولا أيها الحبيب، عندما تقول قرار خاطئ هو قرار خاطئ ولو خانك التعبير، مو مشكلة. أيها الحبيب، جميعنا نعرف أن المنكر حرام، ويجب أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وشرب الخمر من المنكرات. كلنا نعلم أن شرب الخمر من المنكرات. لابد أن نوضح ونكون من الأمة الذي يقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا كنت من هذه الأمة اللي تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، نعمة. وإذا كنت لا، فلا تدعي الإسلام. بالأصل إذا كنت أنت مسلم يعني. وأنت قلت حتى في زمن الصحابة كان أكو خمور. نعم، أحسنت. حتى كان خليفتكم يشرب الخمر، حتى عندما مات طلب النبيذ، وهذا لا شك فيه أبدا. أخيرا، الله عز وجل يحرم الخمر والميسر، وأنت تقول قرار خاطئ عن غلق الخمور، فيبقى قرارك من سفاسف الأمور، وقرار الله هو الأعلى وأبقى. ونقول: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. حياكم الله.